الكرش، المشكله اللي بتواجه كل الناس حرفيا. كل يوم شخص بيسالني ازاي اتخلص من الكرش ده. فالنهارده ان شاء الله هقول لكم على حل سحري يساعدك تتخلص من الكرش ده نهائيا ان شاء الله. وطبعا الحل السحري ده بيختلف من شخص للتاني حسب سبب الكرش اللي عنده، فهعرفكم كل الاسباب اللي بتؤدي للكرش والحلول السحريه بتاعتها بحيث تتخلص منه بشكل نهائي ان شاء الله. لان الكرش ده من اخطر دهون الجسم حرفيا، واللي ليه علاقه وطيده بمقاومه الانسولين، بمرض السكر، بتصلب الشرايين، بالام اسفل الظهر، بالانزلاق الغضروفي، والموت بالذبحه الصدريه لا قدر الله. فهو بجانب انه مخلي شكلك وحش ده بيسبب كمان مصايب في الجسم، فعشان كده لازم تتخلص منه، واعرفك ازاي تتخلص منه ان شاء الله. وعلشان كده اصلا اغلب الناس اللي بتجيلي العياده المتابعات بيكون بسبب الكرش ده. وبمناسبه العياده فاحنا عندنا في الوقت الحالي ده خصم 50% على الكشف والمتابعات، فتقدر تحجز معانا في عياده فيصل عن طريق الرقم ده. اتواصل مع الرقم ده سواء بالاتصال او الواتس وهم يعرفوك كل التفاصيل ان شاء الله. اكبر مشكله بتسبب الكرش عند الناس وهي السكر، تمام؟ طول ما انت بتشرب سكر كتير في المشروبات، بتشرب بيبسي، بتاكل حلويات كتير، فانت مش هتعرف تتخلص من الكرش ده نهائيا. فالخطوه رقم واحد انك تمنع السكر او تقلله بالتدريج. التيست بادز بتاعتك لما بتبدا تقلل السكر بالتدريج مش هتحس ان طعم المشروبات سيء، وهتبدا تتعود واحده في الثانيه. يعني لو بتاخد في الكوبايه 3 معالق خليهم معلقتين ونص لمده اسبوع، معلقتين بعدها الاسبوع اللي بعده، معلقه ونص الاسبوع اللي بعده، معلقه، وهكذا. هتلاقي نفسك بتبدا تتعود، عكس ما تمنع السكر خالص هتلاقي نفسك مش قادر تشرب مشروب. ولو قدرت تمنع السكر خالص او انت ما بتشربش سكر فبلاش تبدا تشرب سكر، وخلي هدفك انك تمنع السكر ده نهائيا. رقم 2 الناس اللي بتقعد طول اليوم ما بتاكلش اي حاجه غير نشويات خفيفه كده سريعه، زي البسكوت، زي العصاير، زي الفاكهه، ويجي بالليل ياكل وجبه كبيره بقى يدبها مره واحده وينام. دي اكبر مشكله بتسبب الكرش، هتخلي الانسولين عندك في السماء. الوجبه الكبيره دي جسمك مش هيمتصها ولا هيهضمها كلها، فجزء كبير جدا منها بيتحول لدهون، تمام؟ فانت لازم تبدا تقسم وجباتك على الاقل 3 وجبات في اليوم علشان الجسم يبدا يهضم الاكل ده ويستفاد بيه، ما يبداش يخزن دهون. وكمان تعود معدتك ان هي ما تاكلش كميات كبيره مره واحده. انت ما بتاكل 3 مرات في اليوم وجبات صغيره، انت خلاص بتبدا تتعود على الوجبات الصغيره دي، عكس ما بتاكل وجبات كبيره انت فاتح المعده بتاعتك، ودي حاجه مش كويسه خالص. لا، احنا عاوزينك تبدا تتعود على الكميات القليله، معدتك تبقى بتشبع بالاكل القليل، لان ده هيزود عندك سد الشهيه، هيزود عندك الشبع بسهوله. فلو بتاكل وجبه واحده بس اخر اليوم وتقول لي انا اصلا ما باكلش، لان ده بيجي لي حالات كتير جدا يقول لي انا ما باكلش اصلا طول اليوم، انا طول اليوم ما باكلش، هي غير وجبه واحده بس لما بخلص شغل، فده غلط كبير جدا وبيسبب الكرش اصلا. رقم 3 وهي قله الحركه. بالنسبه للناس اللي قعدتهم على المكتب بالست والثمان ساعات، هي دي اكتر ناس معرضه ان هو يظهر لهم كرش للاسف. فعلشان كده لو قعدتك على المكتب كتير لازم تبدا تعوض ده بالنشاط الرياضي، تمام؟ نص ساعه مشي سريع متواصل يوميا، تنزل جيم، تلعب جري، تنزل سباحه، تروح النادي تشترك فيه، ايا كانت الرياضه، سواء هتعمل كارديو في البيت نص ساعه مفيش اي مشكله، بس المهم تبدا تضيف وقت ثابت في يومك، يبقى في روتين في يومك للرياضه واساسي كل يوم. انت عارف ان مثلا بعد ما باجي من الشغل بعمل رياضه، او بعد ما بصحى في نص ساعه كده بعمل رياضه قبل ما اروح الشغل. رقم 4 وده بيحصل للناس اللي اغلب اكلها من النشويات. يعني احنا عندنا في الوطن العربي للاسف يعني منتشر عندنا العيش الابيض، الرز والمكرونه، فاغلب اكلنا بيبقى من الاكلات دي. فانت لازم تبدا تقلل من النشويات بتاعتك شويه، وتبدا تخلي اكلك يكون غني بالبروتينات. زود السمك، زود الفراخ، زود اللحمه، زود البيض، الحاجات دي كلها كويسه معاك، تمام؟ وانك تزود الالياف كمان، الالياف كويسه جدا وبتسد معاك الشهيه. فتزود من الخضروات، الخضروات كويسه جدا، زود من جميع انواع الخضروات مفيش مشكله. والفاكهه كمان مش هيبقى عندنا مشكله، لو خدت ثمرتين فاكهه في اليوم ايا كان النوع مش هيعملوا ازمه معاك. وخاصه بقى لو خدت الفاكهه دي من التفاح او البرتقال فكلهم الياف هيسدوا معاك الشهيه وسعراتهم الحراريه قليله، فيبقوا حلوين جدا معاك. رقم 5 وهو الضغط العصبي والتوتر، لان الاسترس اللي بتبقى فيه طول اليوم ده بيبدا يفرز هرمون الكورتيزول، وده بيساعد الجسم على تخزين الدهون في منطقه البطن وبيسبب الكرش. فلازم تبدا تقلل الاسترس اللي موجود في يومك ده، تقلله عن طريق الصلاه، تقلله عن طريق الرياضه، تقلله عن طريق النوم الجيد، تقلله عن طريق اليوجا، تمارين التامل، ايا كانت الطريقه اللي هتنفع معاك ابدا استخدمها. ولازم تقلل الضغط والتوتر في يومك، وده هيفرق معاك في الكرش، طبعا هيفرق معاك في الكرش. وطبعا النوم الجيد ده مهم جدا، لان النوم الجيد ده هيظبط هرمونات الجوع وهرمونات الشبع، فهيخليك
يعني ما تسهرش، فلما ما تسهرش مش هتاكل بالليل ومش هتلخبط الدنيا وتنام، فهيفرق معاك كتير جدا. والنوم من اهم الحاجات اللي بتسبب ان الكرش يقل معاك. فالست خطوات اللي احنا قلناهم دول هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا. دي الحلول السحريه السته، اوعدك لو طبقتهم الكرش بتاعك ده هيبدا ينزل بكل سهوله ان شاء الله. فابدا اطبق الخطوات دي وهتدعي لي باذن الله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.